في يوم من الأيام كانت ليلى راجعة من مدرستها وفي إيديها ورقة. الورقة دي كانت دعوة لحضور حفلة عيد الأمهات في مدرستها، لكن يا خسارة، ليلى مسكت الورقة وقطعتها وقالت مفيش داعي إن أمي تشوفها، أمي أصلا ما بتعرفش تقرأ ومفيش داعي إنها تحضر. لكن بعد ما قطعت ليلى الورقة حست بتأنيب ضميرها وافتكرت لما كانت في الإعدادية. من أول ما دخلت المرحلة الإعدادية وأنا بحاول على قد ما أقدر إن محدش يشوف أمي، لا من المدرسين ولا من زمايلي، لكن أنا حاسة بتأنيب الضمير أكتر النهاردة لأني فزت بالطالبة المثالية وعاوزين يكرموني في حفلة عيد الأمهات، لكن أمي مش هتحضر، أو الحقيقة إن أنا اللي مش عاوزاها تحضر. ليلى بتقول لما دخلت البيت كان الحزن والتوتر باينين عليا، وسألتني أمي بصوت كله حب وحنية: مالك يا حبيبتي؟ راجعة وشك حزين وتعبان كده ليه؟ في حاجة حصلت النهاردة ضايقتك؟ ليلى بتقول لما أمي سألتني السؤال ده أنا كنت عاوزة أعيط، لكن مسكت نفسي ولقيت ضميري يأنبني أكتر لما لقيت أمي بتقولي: طب ادخلي يا حبيبتي ارتاحي في أوضتك وأنا هجيبلك الغدا لحد عندك. ولما دخلت أوضتي وبصيت حواليا لقيت الأوضة مترتبة ونظيفة وجميلة، وقلت لنفسي: مسكينة يا أمي، رغم كبر سنك إلا إنك بتحاولي تريحيني حتى لو هتيجي على نفسك. وفضلت ليلى حاسة بتأنيب ضميرها وقعدت تكلم ربنا وتقول: يا رب يا رب، حاسة بصراع رهيب جوايا، صوت يقول لي حرام، مسكينة أمك اللي عاوزة تنكري لها كل ده وهي الوحيدة اللي بتخاف عليكي وبتحبك، وصوت تاني يقول لي لا انتي على حق، الدنيا مظاهر، والناس لو شافوا مظهر أمك وطريقة كلامها هيغيروا معاملتهم معاكي وهيبصولك على إنك إنسانة قليلة وهتكوني مسار شفقة وسخرية. هتوريها إزاي لأصحابك وانتي بتشوفي أمهاتهم على قدر كبير من العلم والشياكة؟ أكيد هيتريقوا من جواهم عليكي. وقالت ليلى: أنا مش ناسية لما كنت في ابتدائي وأمي جات لي المدرسة وفضلت تكلم واحدة من المشرفات على إنها مدرسة وفضلت توصيها عليا، وكنت هموت من الإحراج لما لقيت المشرفة بتحاول تفهم أمي إنها مش مدرسة، لكن أمي ما كانتش قادرة تفهم كده. خرجت ليلى من أوضتها بتدور على مامتها وقررت إنها تسأل مامتها سؤال: ماما، هو أنت ما كانش حد بيحبك أو يعطف عليكي؟ الأم سكتت ساعتها وكأنها اتصدمت من السؤال، لكن جاوبتها. قالت لها: بعد موت أبويا وأمي أنا عشت في بيت عمي، ولما كان بيضربني عمي أو مراته بتحرمني من العشاء كانت بنت عمي الصغيرة هي اللي بتخفف عني، لأنها كانت بتحبني وبتعطف عليا، لكن ماتت في سن صغير. وسألت ليلى أمها: طب مين حبك بعدها؟ سكتت الأم وقالت لها: مفيش، بس ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي انتي واخواتك. في الليلة دي قعدت ليلى تفكر وتفكر عن معاناة أمها المسكينة في حياتها، وازاي رغم انها اتحرمت من الحب الا انها قدرت تديه ليها ولاخواتها. ليلى صحيت الصبح علشان تروح المدرسة وحاولت تقول لمامتها على ميعاد الحفلة، لكن لقيت نفسها واقفة ساكتة، وافتكرت فكرة الإحراج من كلام أمها وطريقة لبسها. وأول ما وصلت المدرسة اتفاجئت بصاحبتها بتنده عليها: ليلى يا ليلى، أنا مستنياكي يا ليلى من امبارح، كان نفسي أقعد أتكلم معاكي، أنا تعبانة أوي يا ليلى ومحتاجة أتكلم مع حد. ليلى قالت لها: خير يا صاحبتي، مالك وشك زعلان كده ليه النهارده؟ قالت لها: ماما يا ليلى ما بتحبنيش، كل ما احاول احكي لها عن حاجه بتكلمني بعصبيه ونرفزه، ودايما محسساني انا واخواتي اننا عبء تقيل عليها. وامبارح يا ليلى، امبارح بقت عماله تدعي علينا بالموت. انا حاسه اني وحيده يا ليلى، حاسه اني مهمش حد، حاسه ان محدش بيحبني حتى اقرب الناس ليا امي. ليلى بتقول: وانا قاعده بسمع صاحبتي شفت خيال امي البسيطه الحنونه
وقارنتها بمامة صاحبتي المتعلمة الأنيقة واللي مش قادرة تدي لولادها أغلى وأهم شيء في الحياة وهو الحب. وبتقول ليلى في عيد الأمهات: مسكت إيد أمي في ساحة المدرسة وفضلت أعرف عليها كل المدرسين وكل أصحابي. كنت عارفة إن أمي بسيطة ومش متمدنة وبتقول عبارات أحيانا مضحكة، لكن هي في نظري أعظم وأسمى وأشرف أم، ويكفيني إنها أمي.